حلقة النهاردة لا تقل أهمية لأي مساعد افتراضي عاوز يبتدي في المجال دوت. مع أي عميل أنت بتشتغل معاه كمساعد افتراضي، حاجة من الحاجات اللي ما زالت بتجيلي النهاردة في أي عرض عمل مع العميل، عايز حد ينظف الانبوكس بتاعي، الجيميل بتاعي. ازاي انك تعرف تكون موجود ما بين مئات الايميلات وتساعد العميل انك توجه نظره ان الايميل دوت مهم. وده طبعا بيبقى مهم جدا على قد ما انت تتخيل ان هي حاجة تافهة. انا كعميل مش فاضي ان انا ابص على الانبوكس بتاعي. في عميل في امريكا مستني ان انا ارد عليه في لوجو معين، وانا النهارده عندي 50 ميتنج. انت اللي موجود وقاعد عينيك على الانبوكس وبتخش للعميل، هتقول له والله في كذا، هتقول لي اصل في اي اي تولز، في كذا في كذا، ده ممكن يساعد العميل. صديقي العزيز، من تجربه مع اي عميل لحد النهارده على اب وورك او بره اب وورك، العملاء بيحتاجوا بني ادم مش اداه تخش تتكلم معاه تقول له لو سمحت في عندك الايميل ده رد عليه النهارده، الاسبوع الجاي عندنا ايميل محتاجين نحضره سوا او برزنتيشن لو سمحت جهزها، وهكذا. بدون رغي كتير نخش على جيميل. عجبتك السلسله اللي فاتت؟ اكتب مساعد افتراضي 2025، وان شاء الله لو السلسله عجبتكم هنعمل لايف نرد فيه على اسئله المساعد الافتراضي في لايف على اليوتيوب ان شاء الله. اولا طبعا احنا هنتكلم في الحلقه ديت على حته المين بوكس كلين اب، او انك ازاي تنظف اي ايميلات. انا حبيت ان انا استخدم الايميل دوت كمثال على الشغل اللي موجود، والايميل ده تقريبا فيه 7262 ايميل. بس مبدئيا كده، هل انا لما بخش بشتغل مع عميل كفيرتشوال اسيستنت او كمساعد افتراضي بيتقال لي والله يا حسن احنا محتاجين نشتغل معاك دلوقتي ومحتاجين مثلا خش يلا ننظف الايميلات؟ لا خالص، الموضوع مش كده تماما. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان العميل لما بيجي يشتغل معاك، فالعميل لما بيخش بيقول يا باشا خش ننظف الايميل. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. انا عامل لك لينك كامل موجود فيه كل الاسئله اللي انت هتسالها للعميل عشان اوفر عليك وقتك. الاسئله بتتضمن ايه؟ اولا انت عندك دايما 3 قواعد في الفيرتشوال اسيستنت من ناحيه انك تنظف اي ايميل سواء جيميل او اوتلوك. انا النهارده هشرح لكم جيميل بس. عندنا اول حاجه خالص اسمها اليمينيت، امسح. طبعا لازم حاجه زي كده بكون واخدها بموافقه من العميل. اركايف، انك بتعمل حفظ للبيانات بس مش في المين انبوكس او في الانبوكس الاساسي نفسه. وانك بتكريت فولدرز او ليبلز. ولكن انا لما بخش مع عميل انترفيو بساله هل انت مثلا بتقرا الايميلات بشكل يومي؟ احكي لي كده ايه ايميلاتك بتبقى شكلها عامل ازاي؟ هل مثلا بتحب ان انا ارد على العملاء بالنيابه عنك؟ هل تحب مثلا ان انا اقترح على العملاء مواعيد معينه بناء على الكالندر بتاعتك؟ وهكذا. طبعا دي اسئله كتيره شويه، هتلاقيها في الرابط بتاع الديسكربشن بتاع الفيديو دوت. طب تعالى كده نقول انت كفيرتشوال اسيستنت في الاول بتعمل ايه. لازم طبعا العميل مش هينفع يديك اليوزر نيم والباسورد بتوعك عشان تعرف ان انت. فالعميل لما يجي مثلا في الاول بتخش تشتغل معاه مش هتلاقيه والله بيقول لك والله يا حسن يلا خش خد نضف لي الحاجه وتمام ويلا بقى ادي الايميل وادي الباسورد. انت بيتعمل لك اكسس على الايميل دوت. وانا النهارده هشرح لكم كده حاجه بسيطه ازاي انت كفيرتشوال اسيستنت تاخد اكسس على الايميل دوت وتبتدي ان انت تشتغل عليه وتقعد ترتبه للعميل. وصدقني الموضوع هو مش صعب ومش سهل، هو بس طويل شويه. وافتكر دايما انك بتوفر على العميل من 15 ل 20 ساعه عمل في الاسبوع، فبالتالي ده دورك الاساسي كفيرتشوال اسيستنت. هنا اول حاجه خالص هتدوس على سيتنجز. اول ما هتدوس على سيتنجز هنا اهو، دوس عليها، دوس على see all settings، وهنيجي هنا عند حته account and imports. الفكره كلها انك هتيجي هنا عند حته add another account. العميل ما ينفعش يديك الباسورد بتاعتك والايميل، ده صعب جدا. ماشي، انت كده حرفيا انت بتبهدل العميل معاك. فهنيجي هنا هندوس على add another account. في الويندو ديت هيطلب منك انك تدخل الايميل بتاع الشخص، تكتب اسمه gmail.com وهتعمل نيكست. والعميل هنا اهو هيبعت لك زي دعوه رسميه انك تخش على الايميل بتاعه. افتكر الاول جدا انك لازم هيجي لك اشعار من العميل ان انت بقى ليك اكسس على الايميل بتاعه. خطوه مهمه جدا جدا، وممكن حتى تشرحها للعميل عشان يبتدي ان هو يعني يفهم او يعرف يتجه ازاي، لان احيانا جيميل معقد شويه للاسف، فانت لازم تهيئ نفسك على الوضع دوت. هيبتدي يطلع لك الايميل دوت، ونبتدي بعد كده نسال العملاء والله انا عندي الايميل دوت انت مش محتاجه او لا. هي تقريبا 3/4 الحاجات ديت بتبقى كلها حاجات بروموشنال. فاول خطوه بنعملها وهي خطوه الحذف، انك بتحذف اي حاجه بروموشنال يعني ايه؟ اعلانات من جوجل، فيسبوك. وطبعا عشان تمسح ايميلات من جوجل او فيسبوك انت بس بمنتهى البساطه بتعمل هنا اهو اختيار لكل الايميلات، بعد كده بتدوس على ديليت، وانت كده نظفت للعميل
الانبوكس بتاعه بشكل مبدئي. تعال نقول مثلا ان العميل بتاعك دلوقتي ان هو يبتدي يقول لك لا، انا عاوز يا عم حسن انك ما تمسحش حاجه. اوكي، انا عاوز ان انت تعمل لي اركايف يعني ايه؟ ان الحاجات دي بتتحفظ، بس بدل ما تكون بمساحتها الكامله بتصغر مساحتها قوي، وبتتحط كده في حته اسمها الاركايفز في الايميل بتاعتك. بتروح لها ازاي او بتعملها ازاي؟ والله مثلا ممكن تيجي عند ايميل زي ايميل بتاع امازون دوت، وهتدوس على الاوبشن ده اللي هو اركايف، تبقى انت كده عملت اركايف للشغل بتاع الكاستمر كله. نفس القصه كمان بقى على حته الليبلز ديت، احنا مهمه جدا 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 ان احنا نعملها. يعني ايه ليبل؟ انك تعمل فولدر للعميل باسم الاداه اللي هو عايزها من غير ما تمسحها. لو جينا مثلا بصينا على فيديو او اداه زي لوم ديت اللي انا دايما بستخدمها بشكل يومي، وعملنا سيرش بيها وجبنا والله كل الميتنجز اللي موجوده بتاعه لوم، بس انا مش عايزها تبقى موجوده في الانبوكس هنا، انا عاوز ان انا اعمل لها ليبل بحيث ان هي تبقى موجوده هنا الحته دي. فاروح جاي هنا واعمل ايه؟ اروح جاي والله هدوس على create label. اسم الاداه بتاعتي ايه؟ والله انا عايز اسميها لوم، والله انا عايز ان انا اخليها فولدر اساسي. خد بالك ان في حاجه اسمها الفولدر الاساسي وفي حاجه اسمها سب فولدر. يعني ايه سب فولدر؟ يعني انك تعمل تفريعه من الفولدر الاساسي زي الاوبشن ده اللي هو موجود في الجنب ده، انك تاخد جزء من الفولدر تعمل تحتيه فولدر مختص بيه. يعني مثلا تعمل فولدر تسميه محاسبه ويندرج تحتيه اكسل، وورد، باوربوينت، على حسب الادوات اللي انت عايزه تنشق من الفولدر ده وتبقى تحتيه، عشان ما تبقاش الحاجه متفرطه في كل حته. وطبعا دوت في الحاجات الاي تي او في شركات الاي تي بيبقى في عدد كبير جدا من الانبوكسز، فعشان كده هتلاقي ان في ناس عندها فوق ال 40 50 ليبل زي دوت. بس دوت احنا عايزين نعمله كحاجه اساسيه. هنيجي هنا وندوس على كريت، هنلاقي بقى عندي هنا اهو الابلكيشن، او بقى عندي الليبل بتاعي. طبعا انت ممكن تتحكم في اللون لو انت عاوز، بس دي امرها سهل قوي. ولكن هنرجع للوم ونشوف كل الفيديوهات اللي موجوده على لوم هنا اهو. زي ما انتم شايفين فيديوهات كتيره جدا، وانا مش عايز العميل بتاعي يعني يفضل قاعد كل شويه يشوف الحاجات ديت. هنعمل ايه؟ هنعمل لهم سيلكت اول، يعني اختيار للكل، واروح جاي هنا اهو، اروح اعمل ايه؟ موف تو، وهنلاقي هنا اهو الفولدر بتاعي اللي هو لوم. فجأة هتلاقي لوم بقى فيه هنا اهو 44 فيديو، 44 ايميل. وهنا اهو فجأة التاج او المكان الايميل نفسه اتغير من انبوكس للوم، ده الفولدر اللي احنا عملناه. لو جيت فتحت لوم هنا اهو هتلاقي ان الموضوع بقى فيه عمل كومبايل او عمل اضافه لكل البيانات اللي موجودين للانبوكس بتاعك. وطبعا بقى بنفضل نشتغل على كده. طبعا لما انت تكون جاي بتشتغل مع العميل لازم تقول له ايه اللي يتمسح، ايه اللي يتعمل له ليبل، ايه اللي هتعمل له مثلا اركايف، عشان ما تجيش تعمل اركايف لحاجه مهمه جدا بتاعت عميل هو مستنيها بقاله فتره، وحضرتك تروح داخل مساحه بمنتهى البساطه وتخسر الشغلانه. تعالى بقى دلوقتي نتكلم على الايميلات المهمه اللي انت فعلا عارف ان العميل مهم جدا ان هو يشوفهم. اكيد هو مش هيخش هيقعد يبص هنا اهو ايه ده والله انا عندي كذا عندي كذا عندي كذا. احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا هنعمل سيستم مع العميل. السيستم ده احنا هنسميه الارجنت او هنسميه مهم او ايا كان. واحنا طبعا اتعلمنا ازاي نعرف نعمل ليبل. هنا هبتدي اقول له مثلا ايميلات ديت هتبقى في اي بي. يعني ايه في اي بي؟ يعني الايميلات ديت هي من الايميلات المهمه جدا اللي انت محتاج تبص عليها دلوقتي، لازم نشتغل عليها، لو ما ردتش هتحصل كارثه. تمام. وطبعا يفضل انت اكيد طبعا لما بتخش تشتغل، ولو انت بصيت على الاسئله اللي انا بعتها لك ديت اللي موجوده في الديسكربشن، هتلاقي ان العميل هيقول لك مين اهم ناس المفروض ترد على ايميلاتهم. ولو هو ما قالكش ده المفروض انت تساله. ما انا هعرف ازاي الداتا اللي انت محتاجها الا لو دخلت معاك وخدت منك الداتا. هنكريت الليبل ده هنسميه في اي بي. جوجل بيعمل حاجه حلوه قوي، انا شايف انها تبقى شكل انيميشن لطيف. وتعالى كده نقول للعميل انك هتعمل له خطه. هنقول له والله دلوقتي مثلا انت عندك 3 انواع من الاهميه في الرد على الايميلات بناء على اللي انت قلته لي في الميتنج بتاعنا او في الاجتماع بتاعنا. واحد مثلا اسمه محمد، واحد اسمه ابراهيم، واحد اسمه عطيه. محمد ايميلاته مهمه جدا جدا، قمه في الاهميه.
ابراهيم ايميلاته اهميتها متوسطه، ان انا ممكن ارد في خلال اخر اليوم. عطيه ممكن ارد في خلال اخر الاسبوع. لو جيت دخلت على سيتنجز هنا اهو، ودوست على سي اول سيتنجز، ودخلت على جنرال اللي هي ديت، نزلت تحت شويه، هتلاقي ان في حاجه اسمها ستار سيستم، نجوم. فهاجي هنا اهو وهقول دايما include all stars. اوكي. طب دوت بيعمل لي ايه؟ لو رجعت بقى للمين انبوكس بتاعي، عشان انا اسف انا نسيت اسجل، بنعمل في الاخر خالص سيف تشينج، وتعالى نقول والله الايميل بتاع كالندي دوت مهم قوي ان انت ترد عليه. تروح جاي عامل حته النجمه ديت، وبعد كده هتروح جاي دايس هنا اهو، وتقول للعميل والله انا جيت دلوقتي في الليبل بتاع اللي هو الفي اي بي، هتلاقي موجود الايميل بتاع كالندي دوت، ونقعد بقى نبص على الحاجات الارجنت اللي موجوده. طب احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي عملنا زي سيستم كامل مع العميل. ازاي ان انا اعرف الفرق ما بين الحاجات الارجنت قوي، الحاجات اللي هي المهمه قوي، الحاجات المتوسطه، الحاجات القليله؟ دي بقى اللي انا هقول لك تعملها ازاي، انك ممكن تعمل تاج للايميل نفسه. شفت كده لما حد بيعمل لك تاج على الفيسبوك، انت ممكن تعمل نفس القصه بالظبط بس على جيميل. فدلوقتي زي ما اتفقنا مع بعض هنلاقي ان الفي اي بي دوت اللي هو الفيري امبورتنت. طب تعالى نقول والله احنا ممكن نعمل ليبل كمان نسميه حاجه متوسطه الاهميه وحاجه قليله الاهميه، عشان ما اطولش عليكم. احنا نعمل ليبلز او هتعملوا ليبلز، واحد اسمه في اي بي، واحد اسمه ليس في اي بي، واحد اسمه نون في اي بي. مثلا هتيجي هنا عند الانبوكس، تروح راجع تاني، تعالى مثلا نقول والله الايميل بتاع علي اكسبرس ده مهم جدا 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 انك ترد عليه. هتروح عامل ايه؟ فاكرين انتوا الستارز اللي احنا اخترناها؟ لو جيت قعدت تدوس بالماوس بتاعك كذا مره، هتلاقي هنا اهو العلامات عماله بتختلف كل شويه، عمال بدوس كليك كل شويه. طب وهنا والله احنا عاوزين ان احنا بعد كده لما يجي لنا ايميل من علي اكسبرس دوت، انا هنا اهو بقول لجيميل ده مهم جدا ان الايميل دوت مهم. طب احنا عاوزين نخلي العميل يشوف بعينيه حاجه تقول، يعني هو مثلا ما شافش ده وما شافش ده، اروح جاي هنا اهو هدوس رايت كليك، بس واحده كده، دوس رايت كليك وهدوس ليبل از في اي بي، هتلاقي ان هو العميل طلع له الفي اي بي. طبعا هتطبق نفس المبدا بالظبط لو على حاجه اقل اهميه ثم اقل اهميه ثم اقل اهميه. مع الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم قوي، ومع الاركايف اللي احنا عملناه للايميلات، ومع كمان ترتيبك للليبلز، هتلاقي تقريبا ان 3/4 الايميلات ديت هي كلها حاجات بروموشنز. دايما لازم تسال العميل بتاعك. لو علي اكسبرس بيبعت لك ايميلات كتيره وعامل زحمه على الفاضي، في دايما اوبشن انك ممكن تنزل تحت خالص او تطلع عفوا فوق وتعمل انسبسكرايب من الايميل بتاعك لو انت مش عاوز تشترك في حاجه زي كده. بس ما ينفعش انك تعمل حاجه من نفسك بدون الرجوع للعميل. الفيديو ده كان فيديو طويل شويه بس صدقني ده مهم جدا، وعشان كده وجودك كفيرتشوال اسيستنت مع العميل بيسهل جدا عليه حياته. عندكم اي اسئله اكتب لي في التعليقات. انا ما رضيتش ان انا اطول اكتر من كده، في حاجات كتيره جدا ممكن تتعلموها عن جيميل، ولكن ديت الحاجات البيسكس اللي انتم ممكن تتعلموها في الاول عشان تعرف تهندل العميل بتاعك لحد ما تتوسع فيه اكتر، لان في حاجات كتيره جدا وفي ايميلات مختلفه قوي زي الاوتلوك، عندك ياهو ميل. بس الاكتر حاجات العميل بيستخدمها هي الجيميل والاوتلوك، ومن وجهه نظري الجيميل لانه بيدي فيتشرز احسن شويه من اوتلوك والطف شويه من الاوتلوك. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله لو عندكم اسئله ابعتوا لي، وعلى ميعادنا في اللايف قريب جدا ان شاء الله. السلام عليكم.